شو في أحلى من إنكم توعوا على ريحة الزعتر مع أطيب منقوشة؟ هلأ رح نحضرها سوا. عجينة المناقيش طيبة وسريعة وهينة، رح نعملها سوا. رح بلش أول شي بالخميرة. رح حط تقريبا ملعقة خميرة، ورح حط كمان مع سكر. دايما المي تكون فاترة. رح أخلطهم سوا وخليها تتخمر شي 5 دقايق. بغطيها بحطها على جنب. رح بلش هلأ بالعجينة. عندي هون 3 فناجين طحين، أكيد نخلتهم قبل. رح حط معهم رشة ملح. رح حط معهم ملعقتين صغار حليب بودرة. بخلطهم شوي. وهلأ رح ضيف الخميرة. وبخلط. رح أعجنهم مع بعض وبعدين رح زيد مي فاترة. بنفس الكباية يلي زلنا فيها الطحين رح حط مي. أكيد المي منضيفه شوي شوي. أقل من فنجان حطيت. بعجن وبرجع بشوف قد ايه بدها. المي أفضل تكون فاترة، هيك بتتفاعل أحسن مع الخميرة. كمان زدت تقريبا نص الكمية، نص الفنجان. خلص العجينة ما بقى عم بتلزق، هيك بيكون صارت منيحة. هلأ بجاط تاني أو صينية رح بحط شوية طحين. بدي شكل العجينة واتركها ترتاح قبل ما اشتغل فيها. برش شوية طحين بالكعب. باخد شقف صغار. بعملهم على شكل دوائر. تبرموها هيك من تحت تصير بهيدا الطريقة. تتصير على شكل دائرة بتحطوه وبتكملوا تخلص الكمية. هلأ إذا بدكم ياهن يطلعوا كلهم على نفس الكبر فيكن تزينوا العجينة قبل ما تعملوها دوائر هيك. إذا حسيتوا وحدة أكبر شوي فيكم تشيلوا منها. هيك بنكون خلصنا الكمية. رح كمان رش شوي هيك عوجهم. بتركهم يرتاحوا شي ساعتين وبنرجع بعدين بنكمل. من
بعد ما ريحنا العجينة ساعتين، على القليلة ريحوها ساعتين، رح نشوف كيف تخمرت. هلأ رح نشيل شوي شوي عجينة. رح رش أول شي طحين، أخدت عجينة من يلي أصلا عملناها قبل، رح رقها. بنرقها للعجينة، انتو على ذوقكم، إذا بتحبوها سميكة ما ترقوها كتير. أنا رح أعملها عادي وسط، لا رقيقة كتير ولا سميكة. متى ما كنا عاملين العجينة مكورينها دغري بتعمل، يعني ما بتعذبنا، تطلع مدورة نحنا وعم نرق. أنا حطيت مقلي كمان على النار تحميها. هلا خلصت عنا، رح حطها بالمقلي. المقلي حميتها وما حطيت شي فيها، ولا زيت ولا شي. وهيدي الطريقة لاحظتوا مش حاطين لا ولا مواد حافظة ولا شي، كله طبيعي وبتعرفوا شو عم تاكلوا، وهينة ما بدها كتير وقت. هلأ أنا حطيتها، لازم تكون المقلي حامية. دايما أول وحدة بتاخد شوي وقت، هلأ بتشوفوا التاني دغري تطلع أسرع. بلشت تطلع العجينة، إذا عملت هيك فخدوها رح نشوف الكعب. بتحمل شوي صغيرة، بنقلبها وبنحط الزعتر عليها. هلا انتو اذا بتحبوا فيكن تحطوا الزعتر هيك دغري ما تقلبوها، بس نحنا بنحبها محمصة. رح اقلبها على تاني ميلة، وهلا رح احط الزعتر. انا كنت خالطة هون قبل زعتر. زعتر اللي بدكن اياه فيكن تستعملوه، شو بتحبوا نوع زعتر فيكن تحطوا. فيكن تعملوها على جبنة كمان زيت الشي، هيلا نوع جبنة بتحبوه. أكيد فيكن تحطوا خضرة بقلبها، انتو على ذوقكم. فنجان شاي حدا، كل شي مع المنقوشة طيب. هلا صارت جاهزة، رح شيلها وأعمل غيرها. كمل بالعجينة تتخلص. كمان رح حط عليها زعتر. نوع الزعتر اللي بتحبوه حطوه، بس كتير طيب. الدجاج قليها صراحة كتير طالع طيب. فيكن تحمصوها انتو قد ما بدكم. فيكن كمان من بعد ما تحطوها هيك تحطون على الفرن بيشقروا. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. هلأ أحلى شي تقعدوا تدقوها تعطونا رأيكم فيها، وما تنسوا الاشتراك وتفعلوا الجرس، شير مع أصحابكم واللايك، وناطرتكم أنا تتعطوني رأيكم بهيدي الوصفة. وألف صحتين، وأكيد انطرونا بوصفات جديدة.